بداية اسمحوا لي أن أوجه تحية تقدير واعتزاز إلى السيد ماضي الخميس مؤسس الملتقى الإعلامي العربي وأمينه العام، الذي أطلق هذه المنصة الفكرية وأسهم في ترسيخ حضورها واستمراريتها. كما أخص بالتحية جامعة الدول العربية الحاضنة والشريك الاستراتيجي لكل المنتديات الإعلامية التي تقام تحت جناحيها وبرعايتها الكريمة. سيشهد الملتقى تكريم شخصيات ومؤسسات إعلامية تركت بصمة واضحة وأسهمت في الارتقاء بالمشهد الإعلامي العربي. أرحب أيضا بكل حضور زملائي والزميلات الإعلاميين، وأرحب بالسادة الوزراء ونقباء المهن الإعلامية وكل الموجودين معنا اليوم، كلهم نشكر لهم. هذا الملتقى مصغر، نحب خلص نجحنا، احنا حققنا النجاح بهذا الحضور ما شاء الله. هذا سؤال مهم بالفعل، لكن هنالك اليوم عهد جديد رئاسي، هنالك حكومة جديدة، هنالك نفس جديد في البلاد. أراد الإخوة في الكويت أن يهدوا هذه الدورة 21 للملتقى الإعلامي العربي إلى لبنان، وذلك على نحو استثنائي لأنها المرة الأولى التي يخرجون فيها من الكويت إلى دولة أخرى. عادة إذا نظموا مؤتمرا فيكون قطاعيا وليس عاما، ويقيمونه في جامعة الدول العربية في مصر وليس في أي دولة أخرى. فشكرا للملتقى العربي للإعلام لأنه فعلا اقتنعوا ووافقوا على إقامة هذه الدورة 21 الاستثنائية في بيروت. يعني مفهوم الإعلام بالعالم تغير طبعا. المنصات العالمية هي الأكثر تأثيرا، وهي عملية معقدة وكبيرة والشرح عنها بطول. الإعلام العربي موجود بحدود معينة، ولكن وظيفة الإعلام العربي تغيرت، وبالتالي الأولويات، وبعدين في عندك خلافات جوهرية حول المواضيع الأساسية اللي مطروحة على بساط البحث، والتحديات المطروحة كمان أمام الإعلام العربي، خصوصي مع التطورات اللي صايرة بغزة وكل ما يتعلق بالقضية الفلسطينية. طبعا لبنان عم يستعيد دوره ودور أساسي بالمحيط العربي، وخاصة بقضايا الإعلام. كان منبر لكل العالم العربي، وكان مسألة مميزة. اليوم عندما نتكلم عن الإعلام وعن الصحافة والحرية نتكلم في بيروت. بيروت هي رائدة الثقافة والإعلام وحرية الرأي والتعبير، هي مهد الإعلام العربي الفعلي الذي يمكن أن ننطلق به إلى كل العالم.